انتقام مناسب. وسائل إعلام نمساوية أوردت أن سامرا كيزانوفيتش المقاتلة النمساوية التي انضمت لصفوف داعش مؤخرا والمعروفة بلقب ملكة جمال داعش هي حامل من 100 مقاتل، مستندة إلى الرسالة الأخيرة التي بعثتها إلى عائلتها والتي كشفت فيها عن الوحشية التي تعامل بها. وأكدت صحيفة نمساوية محلية أن عائلة كيزانوفيتش تعيش حالة من الصدمة بعد هذه الأخبار. وكانت تقارير صحفية أمريكية ذكرت في وقت سابق أن المراهقة النمساوية التي عرفت بملكة جمال مقاتلات داعش والبالغة من العمر 16 عاما والتي غادرت للقتال في صفوف هذا التنظيم تواصلت مع عائلتها في فيينا أخيرا قائلة إنها لم تعد تتحمل العنف والاغتصاب الذي تشهده كل يوم كجزء من حياتها الجديدة وتريد العودة لمنزلها. سامرا ذكرت في الرسالة التي أرسلتها إلى أهلها أنها تتعرض لأبشع أنواع التعذيب والاغتصاب وأن كل المقاتلين قد اعتدوا عليها دون رحمة أو شفقة.